تدارك الامور في المباراه المقبله امام السنغال. يوسف سيف ينتظر اداء افضل، الكل ينتظر اداء افضل من منتخب قطر مقارنه بما شاهدنا اليوم. محمد، احنا كنا شاهدين على هذا الجيل من المنتخب القطري. الولاد النهارده منتخب قطر ما قدمش 10% من المستوى الطبيعي، المستوى المتوقع. فانتم مدلعينهم قوي، وهم كانوا يستحقوا لانه كان بطل. البطل يتحمل قسوه النقد. النهارده هو اقل من الطموح. ما ينفعش بطل يلعب بخوف. معاك 60,000 متفرج وخايف لحد الدقيقه 50. ما فيش ولا هجمه خطيره ولا هجمتين طوال 90 دقيقه. تعرف المباراه البلاي ستيشن يا محمد لما يبقى اللعيب بيبقى قدام لعيب دراع ودراع. النهارده الفارو جوستافو مدرب المنتخب الاكوادوري معاه دراعين. هو على فكره 2-0 مكتفي. الشوط الثاني من سايب الاستحواذ للمنتخب القطري ومكتفي بال هو قرر التراجع طبعا. فانا في قسوه في النقد لازم يبقى موجود، لان الفريق ده المنتخب بقطر زي ما بقول لك ال11 اللي بداوا عنده 962 مباراه دوليه. ما ينفعش يبقى في اخطاء في التمركز، اخطاء من 3 مدافعين اللي لعبوا مع بعض 100 مباراه دوليه. الاخطاء الموجوده، المساحات الموجوده وسط الملعب بدون رقابه، ما فيش ضغط، ما فيش شراسه. انا مش مطالب منك ان انت تكسب البطوله، انا مطالب منك ببذل المجهود والروح تبقى كويسه. ما ينفعش تبقى مستسلم. ما ينفعش في 4 بطل اسيا يربع 5 تمريرات على بعض طوال 90 دقيقه. لازم ابقى قاسي معاك لان انا متوقع منك الافضل. الدوله او الرياضه عموما قدمت لك كل حاجه عشان توصل للمباراه الافتتاحيه ما تبقاش بهذا المستوى. انا بحبكم على المستوى الشخصي كلكم، ممكن معظمهم اصحابي، بس لازم احيانا تفوق المجموعه. مش هنقعد ندادي ونطبطب ونقول انت كويس، لا، انت عندك افضل من كده. ايه اللي ما خلاكش تقدم افضل ما عندك؟ اولا خايف. بالمناسبه الخوف يضيع مع اول 7-8 دقائق. بس المناسبه هذه لاي رياضي هي فرصه للاستمتاع وتقديم كل ما لديك. ايوه عليك سلام. الجيل ده محظوظ يا محمد. الجيل اللي موجود في حاليا في الكره القطريه محظوظ. انا دلوقتي لو انا لعيب من منتخب قطر ورجعت بعد المباراه دي واتفرجت عليها تاني اندم اشد الندم. عاوز ارجع للمباراه تاني، المباراه ترجع والعب افضل من كده. انما خوف، تمريرات مقطوعه كتير، مساحات، اخطاء فرديه. الشوط الثاني بس هو اللي ساب لك الاستحواذ منتخب الاكوادور وخلاك نوعا ما تظهر مش بشراسه ولا بخطوره. فلازم دلوقتي ابقى قاسي معاك وناقد معاك لان متوقع منك الافضل. في حاجه تانية مختلفه، ممكن احيانا اللي بيعد البرامج الاعداديه للمنتخبات المباراه الافتتاحيه تديله تاشيرات، مؤشرات. في فرق ما بين المباراه الوديه والمباراه التنافسيه. ما ينفعش تحضر منتخب في مباراه او بطوله تنافسيه بمباراه وديه فقط لا غير. هناك فرق كبير في الرتم ما بين فريق منتخب جاهز وعنده هويه مظبوطه وشكل تكتيكي معين وعنده سرعه وعنده قوه. وده اللي افتقده المنتخب القطري. بيلعب كانه برتم المباريات الوديه في افتتاح بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم، مع الفريق الاخر اللي قدم افضل ما عنده من حيث السرعه، من حيث القوه، من حيث المهاره. عنده لاعبين مميزين، عنده فالنسيا، بتتكلم على استوبينيان، بتتكلم على كايسيدو في وسط الملعب. فالعديد من الامور الجيده والقويه. ما تزعلوش من النقد. البطل يتحمل النقد زي ما دلعك كتير. لازم ينتقدك لما تبقى فيش في مستواه. مقطوعه كتير، خوف، عدم تركيز، اخطاء في التمركز. ما فيش 3 تمريرات 4 تمريرات على بعض. دخلنا المباراه بفرصه المعز علي في الدقيقه 50. في الدقيقه 50 تفهم ان انت ربع ساعه 10 دقائق في الاول تبقى خايف، تبقى مش عارف تمرر، انما تقعد 50 دقيقه خايف وانت بطل اسيا. لا، هي دي الفرصه الوحيده اللي اتعملت صح. 4-5 تمريرات قلبت لليدوس، بس المفروض يبقى يتعامل معاها المعز علي افضل من كده. الشوط الثاني لازم يبقى بدون قيود وبدون اخطاء ونستحوذ على الكوره ونقدر نشكل خطوره او فرص كثيره على منتخب الاكوادور. كابتن محمد ابو تريكه، الكثير من الرسائل، المحبه، السلام، كره القدم التي تجمع الجميع، احترام الثقافات والشعوب والاختلاف، احترام الانسان، والكثير من اللوحات الفنيه التي تم تقديمها لكل العالم عن طريق واحده من افضل السبل لايصال الرسائل في اختلاف وتنوع وثقافات الشعوب وهي كره القدم. هو ده الكلام. استغل الانجاز بتاعك لايصال رسائل مختلفه للناس اللي ما تعرفكش.
واولها الحوار. عشان تعرفني لازم تحاورني، لازم تزورني، لازم تعرف عاداتي وتقاليدي وقوانيني. فدي اهم رساله. تاني رساله ان الانجازات بتبدا بحلم. فقطر حلمت بتنظيم كاس العالم، فالحلم اصبح حقيقه. وحاجه تانية الاعتزاز بالهويه العربيه الاسلاميه، حتى من اسماء الاستادات، حتى الكره اللي سايلها سعد الشيب، كره الرحله، لعيب التعويذه. فكل ما كان تمسكت بهويتك كل ما احترمك الاخر. وكرة النهائي حلم، وشاهدنا حلم الأمير الوالد في طفولته كيف كان يحب كرة قدم. وبالمناسبة هو فوجئ بهذه الفقرة وفوجئ بالقميص اللي كان طبق الأصل لما ارتداه وهو في طفولته شاهد ابنه يكمل مشوار. بداية الحفلة، قبل الحفلة محمد، لما الأمير راح بس إيد والده، بر الوالدين. ما فيش حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه ويديله التوفيق إلا ببر الوالدين. العلاقة المميزة ما بين الابن والأب، علاقة تسمى الاحترام والحب والود. وده اللي وصل الدولة هنا ان هي تبقى افضل دولة عربية من حيث ان هي تنظيم حدث عالمي، كاس عالم في اول مرة في المنطقة العربية. شوف الصف الاول اللي موجود فيه الزوار كلهم رؤساء الدول العربية. قطر الاخ الصغير للاسرة العربية جمع الكبار حواليه، بيقول الانجاز ده مش بتاعي انا، الانجاز ده بتاعكم كلكم. فرسائل مميزة واحتفال مميز، واهم ما فيه الاعتزاز بالهوية العربية الاسلامية بتاعتنا. ابن خلدون يقول لك ايه؟ المغلوب مولع بتقليد الغالب. قطر نقلتنا من سنين كنا مغلوبين لمنطقة الغالب. الناس كلها هتقلدنا، الناس كلها هتشوف احنا عملنا ايه. فقطر قدمت لنا صورة مميزة، البداية مبشرة للغاية. البطولة نجحت، مبروك لقطر. والله يا محمد، مثل هاي المباريات هي اللي تخلي المعلق يعتزل. بجد يا اخي انت، انا ما اصدق ان يعني المنتخب اللي شو ابطال اسيا. بجد يعني انا ما اتحدث عن يعني لاعب، انا اتحدث عن الفريق ككل وسط هذا الجو الجميل. حتى الطقس جميل، الحفل الافتتاحي المبهر اللي شاهدناه. المباراة كلها لمنتخب الإكوادور، ومنتخب قطر تاه وضاع في المباراة، والأرجنتيني أدار المباراة وهو مرتاح جدا، أخذ النقاط الثلاث. يدرك أن عنده مباراة منتخب هولندا، سحب فالنسيا، لا تلتحمون، لا مشاكل، لا إصابات، وبالتالي وصل بالمباراة وهو مرتاح جدا. حقيقة الشوط الثاني يمكن تسديد مونتاري، الشوط الأول يمكن رأسية المعز فقط. كنا نتمنى أوكي تخسر، بس ما تخسر الأداء وتخسر النتيجة. هذا مكان لمنتخب قطر، لكن طالما في حياة في أمل، اللعب على هذا الأمل، التعويض إن شاء الله في مباراة السنغال إن شاء الله يا محمد.